في آخر الأخبار والمستجدات التي يتم تداولها في الساعات القليلة الماضية، أمير قطر يتدخل في أزمة التذاكر ويفاجئ الجماهير المغربية بدخول الملعب بدون تذاكر والاكتفاء بجواز سفر. وفي التفاصيل وحسب ما يتم تداوله في الآونة الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإنه بتعليمات من سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، وبعد سرقة تذاكر الجماهير المغربية لمباراة يوم غد الثلاثاء أمام الإسبان أو إسبانيا، ومحاولة مافيات السوق السوداء إعادة بيعها بأثمان خيالية للجماهير المغربية، فسيتم دخول الجمهور المغربي إلى الملعب بدون تذاكر لتشجيع المنتخب الوطني والاكتفاء فقط بجواز السفر. وحسب ما نشر دائما عبر مواقع وصفحات إلكترونية، فإن الخبر سيتم تأكيده غدا الثلاثاء بشكل رسمي من الفيفا والسلطات القطرية. هذا وسبق أن كشف مصدر مقرب من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأن مشكل التذاكر قد تم حله بصفة نهائية، وسيكون بمقدور الجماهير المغربية الدخول غدا الثلاثاء للمباراة التي سيخوضها المنتخب المغربي ضد منتخب إسبانيا في الساعة 6 مساء، بعد أن تقتني تذاكرها بشكل عادي. وقد بذل سيد فوزي الأقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم وكل المسؤولين المغاربة مجهودات كبيرة لحل هذا المشكل حتى تتمكن الجماهير المغربية من الدخول إلى ملعب المدينة التعليمية ومساندة أسود الأطلس كما فعلت في مباريات دور المجموعات. وبخصوص مباراة يوم غد الثلاثاء، أكد الناخب الوطني وليد الركراكي قبل قليل خلال الندوة الصحفية التي تسبق موقعة إسبانيا أن مباراة يوم غد الثلاثاء لحساب دور ثمن النهائي كأس العالم 2022 ستكون صعبة لكنها ليست مستحيلة. واعتبر الركراكي في حديثه أن مقارعة المنتخب الإسباني ستكون صعبة جدا لأننا سنواجه واحدة من أفضل الفرق في العالم، وسنواجه منتخبا مرشحا للفوز بالمونديال، لكن كما عودتنا كرة القدم لا شيء مستحيل. وأضاف مدرب الأسود قائلا: يجب أن نواصل التركيز، نحن جاهزون لإسعاد الشعب المغربي وسنحاول خلق المفاجأة. وتابع الركراكي قائلا بأن المباراة لن تكون بدنية بقدر ما ستكون نفسية، لذلك يجب أن نكون جاهزين نفسيا. وفي محاولة لإبعاد الضغط على لاعبيه، شدد الركراكي على أن المنتخب لا يملك ما يخسره، مبرزا: لا نحاول أن نضغط كثيرا على اللاعبين ونثق في قدراتنا، مردفا أن اللاعبين يعرفون جيدا ما يتوجب عليهم القيام به، ونحترم إسبانيا كما يحترموننا، وسنفعل كل شيء من أجل تحقيق نتيجة الفوز والعبور إلى الدور الموالي. نشكركم على حسن المتابعة.